السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم بوصفة جديدة. اليوم راح نسوي تمن جزر بالدجاج. إن شاء الله تجربون الوصفة وتعجبكم، وهي أكلة عراقية الكل يحبها. قبل ما نبدي لا تنسون تخلوا لي لايك وشير للفيديو بين الأصدقاء، واللي بعد ما مشترك بالقناة يضغط على زر الاشتراك سبسكرايب ويفعل الجرس حتى توصلكم إشعارات بكل الأكلات اللي أنزلها. وخلونا نبدي بوصفتنا ونقول بسم الله. نبدي أول شي نحضر الحشوة. هنا أنا عندي قطعتين صدر دجاج قطعتها مكعبات ونقعتها لمدة ساعتين بكوب ليمون وفصين ثوم ثرمتها ورشيت له شوية بابريكا. أنا أحب أنقع صدر الدجاج بأي وصفة أستخدمها يصير طعمه غير شكل، فمجرد يعني حطيته بهاي الخلطة البسيطة، كوب ليمون فصين ثوم وشوية بابريكا وشوية ملح، ونقعتها لمدة ساعتين. هنا عندي جزر سلقته وقطعته بهالطريقة هذه. عملية السلق تساعد انه تقطيعه يكون ابسط وبنفس الوقت يستوي اسرع. هنا عندي راس بصل كبير قطعته ناعم. التوابل هي الملح وسبع بهارات مشكلة والبابريكا. هاي هي مكونات الحشوة. هسه نبدي بطريقة العمل. طبعا نراقبه للدجاج، يعني كل شوية تقلبوه وترجعون تغطوه إلى أن ينشف مية. راح يبدي عندي الدجاج ينشف مية. قبل ما ينشف تماما راح أضيف الجزر وراح أضيف التوابل، والنار أخليها يعني هادئة، وأبقى أحمسها سوا فد 4 إلى 5 دقايق حتى الجزر ياخذ نكهة طيبة. من ينحمس شوية أطيب مما إنه يبقى مسلوق. بس ماكو دهن، يعني تلاحظون شي كلش خفيف، بس اللي حمسنا بيه البصل، وهذا أفضل. يعني كل ما الأكل يكون صحي يكون أفضل لأجسامنا. هسه راح أبقيها كل شوية أقلبها حتى الجزر ياخذ هاي الحمسة اللي تعطي نكهة طيبة. راح أضيف هنا شغلة اختيارية اللي هي نصف ملعقة كوب من النومي بصرة المطحون. هذه اختيارية، إذا ما تحبوه يعني ماكو داعي تضيفوه، بس هو يعطي فد حموضة للمكونات كلش طيبة. نبدي هسه نحضر الرز. هنا عندي كوب ونص من الرز غسلته ونقعته لمدة نصف ساعة. كوب شعرية. التوابل عندي الملح والكركم والسبع بهارات مشكلة من كل شي ملعقة كوب. هنا عندي حبة طماطة وسط قشرتها وبرشتها، يعني عصرتها للطماطة صارت بهالشكل هذا. وهنا عندي سنين ثوم أبقيها كما هي، وثلاث حبات هيل. هذه هي مكونات التمن أو الرز.
أراقب الرز كل شوية، وأول ما يبدي ينشف مية أضيف الحشوة اللي حضرناها على مود تتهدى ويا التمن سوية. بعد مرور نصف ساعة تهدى عندي التمن مع الحشوة على نار هادئة، وصبيته بهالطريقة هذه. طبعا طريقة التقديم حسب رغبتكم. إن شاء الله جربون الوصفة وتعجبكم، وأتمنى ما تكونوا نسيتوا تشتركون بالقناة ولايك وشير للفيديو. شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء بوصفة جديدة.